أي حد بيسمع كلمة محاسبة تكاليف بيحس إن الموضوع ده صعب ومعقد. في الفيديو ده هنوريك إن الموضوع مش صعب ولا معقد ولا حاجة، والموضوع ممكن يتفهم بطريقة سهلة وبسيطة. فالنهاردة هندي مثال إحنا خدناه قبل كده عن البيتزا تشيكن باربيكيو، وهنفككه مع بعض. الريسبي اللي بيجي لك مش مجرد ورقة، الريسبي ده خريطة بيقول لك إن الصنف ده بيتكون من إيه وإزاي وبأي كمية. اي ريسبي بيبقى فيه حاجات مستخبيه وفي حاجات واضحه. حاجات واضحه زي الخامات المباشره اللي انت زي ما بتشتريها زي ما بتحطها، زي في المثال بتاعنا الجبنه الموزاريلا وصوص الباربيكيو، زي ما بتشتريهم زي ما بتحطهم. واي ريسبي زي ما في حاجات واضحه في حاجات مستخبيه، زي العجينه، زي الفراخ، زي صوص البيتزا. الحاجات دي ملهاش سعر ثابت. فاول ما تجيلك الريسبي وتجيلك الحاجات المستخبيه دي اللي ملهاش سعر ثابت، فانت بتسال هي الفراخ دي فيها فقد، فيها تشغيل، فيها تسويه؟ لو لقيت فيها الحاجات دي اعرف ان دي على طول تشغيله لازم يتعمل لها حساب لوحده. وزي ما في المثال بتاعنا زي ما احنا شايفين، اول ما بيجي لك الريسبي او عاده او ساعات ممكن يجي لك الريسبي وحداته بالشكل ده، بالواحده، بالمعلقه، بالكيس، بربع كيس، بربع ازازه. لازم توحد الوحدات بتاعه اي خامه، تخليها يا اما كيلو يا اما جرام. في المثال دوت ان احنا ما عندناش سعر واضح للعجينه، فبنعرف تشغيله العجينه دي ايه او العجينه دي بتتكون من ايه، وبنبتدي نعمل لها تشغيله عشان نعمل منها ان الكيلو بتاعها بكام وبتاخد قد ايه البيتزايه الواحده. كذلك الفراخ اللي بتيجي دي تنظيف قد ايه، بتهلك قد ايه، نسبة الفائد بتاعتها قد ايه، بيتحط لها اضافات تانية المارينيه بتاعها والتوابل بتاعتها، بعد ما بتستوي بتوصل قد ايه عشان نعرف نوصل برضو لسعر الكيلو. صوص البيتزا ده بيتكون من ايه؟ من مثلا طماطم وصلصة، فنعرف مكوناته ونعرف في الاخر سعر الكيلو بتاعه في الاخر هيوصل لكام، والبيتزاية الواحدة بتاخد كام جرام. كل ده في الريسبي نقدر نعمله بطريقة سهلة. هما حاجتين: حاجة واضحة زي الجبنة وزي صوص الباربيكيو، حاجات مستخبية زي العجينة وزي الفراخ المستوية وزي صوص البيتزا. 70% من شغل محاسب التكاليف هو الشغل اللي بيتعمل واللي انت بتفككه واللي انت بتحلله في الريسبي. 30% بعد كده الارقام اللي انت بتحطها عشان توصل في الاخر لسعر الصنف ده بيكلفك كام. ابتدي افهم الريسبي بتاعك، التكاليف فهم. ورقة الريسبي دي خريطة، لو انت عرفت تفكك صنف واحد وعرفت تحلله، اي صنف بعد كده هيجيلك تلقائي هتبتدي تعرف ازاي تشغيلته. جالك مثلا بينا الفريدو، فيها مكرونة، فيها صوص ابيض، فيها فراخ. طب المكرونة دي هل انا بشتريها من الكيس زي ما هي واحطها على طول في الاوردر، ولا بتتسلق؟ طب هل لما بتتسلق وزنها بيزيد ولا بيخس؟ عشان توصل في الاخر لسعر الكيلو طبق الواحد بياخد كام جرام. فانت اول ما يجيلك اي ريسبي ابتدي فككه، ابتدي افهمه، ابتدي حلل الريسبي. عرفت توصل للتركايه دي، الموضوع بعد كده هيبقى سهل معاك في اي صنف انت بيجيلك في المنيو. في النهايه اللي يعرف ان الخامه دي جايه منين ورايحه فين وتشغيلتها ايه، الرقم بيطلع معاه صح وبيعرف. الموضوع معاه بيبقى سهل وبسيط. الموضوع الريسبي يعني المطبخ زي المصنع، والريسبي ده خط الانتاج بتاع المنتج ده. لازم تبدأ خط الانتاج من البداية للنهاية عشان تعرف تكلفته. ان شاء الله الفترة الجاية او الفيديوهات الجاية هنبتدي، انا بدخل الموضوع واحدة واحدة، مش عاوز ابدأ بحاجات تقيلة، انا عايز الناس تبدأ تفهم يعني ايه محاسبة تكاليف. بعد كده ان شاء الله بنحضر لسلسلة ازاي تبقى محاسب تكاليف شاطر. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك لو هو حابب المجال. وزي ما بقول في كل فيديو، لو انت صاحب مطعم، لو انت ناوي تفتح مطعم، لو انت حابب مجال التكاليف، ان شاء الله القناه دي هتفيدك، ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجات بسيطه او معلومه بسيطه تقدر تفيد الناس كلها. والى اللقاء.